السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. وخلاص بدأ العد التنازلي، كل سنة وانتم طيبين، رمضان طالع يجري. فبدأنا كده تجديدات الأوضة، وزي ما وعدتكم اللي احنا هنجدد الشقة كلها. فربنا كده يعيننا ويقوينا ويصلح لنا حالنا ونحقق كل اللي احنا بنتمناه، اللهم امين يا رب العالمين. قبل بقى ما نبتدي الفيديو، ما تنسوش كالعادة تصلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، تدعوا لأمي إن ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم آمين يا رب العالمين، ويعينها على اللي هي فيه ويعينها على مرضها، واشفي كل مريض يا رب يتألم ولا يتكلم. احنا هنعمل ايه النهارده؟ زي ما انا كنت قايله لكم، اللي انا عاوزه الحيطه دي اللي في اوضه النوم هصرمقها او اعملها بورق حائط. بس لقيت احسن حل اللي انا اعملها بورق الحائط احسن. فتعالوا بقى كده الاول افضي الاوضه كلها عشان خاطر اخويا هيجي يدهن لي الشقه كلها، مش انا الصراحه اللي هدهنها، هو بيدهن مظبوط وبيدهن تمام. قلت بدل ما اعملها انا وابوظها والطش جنب واعدل جنب، وعمري في حياتي ما هعرف اعملها زي ما يكون حد مثلا صنايعي وكده. فقلت له لاخويا تعالى ادهنها انت وظبطها انت، وانا هلزق ايه، هلزق ورق الحائط عليه. فقال لي كده فضلي الدنيا زي ما انتم شايفين كده اهو، وظبطت الدنيا. الناس بقى اللي هتكتب لي في الكومنتات يا دعاء ده شقه بالايجار بتظبطيها بتدهنيها، انا نفسي اقعد في مكان اكون انا مرتاحه له نفسيا، عاوزه اقعد في عيني تشوف الحاجه شكلها جميل، تشوف الحاجه شكلها حلو، ما بقاش انا قاعده متضرره وقرفانه من الحيطه. انا متعوده دايما المكان اللي انا اقعد فيه يكون نظيف وحلو، وانا بحافظ على الحاجه على قد ما اقدر، مش عشان انا ببقى ساكنه ببهدل حاجه الناس. يشهد الله الثلاث شقق اللي دخلتهم قبل كده، اما بطلع من اي شقه الحمد لله والله الحمد شهاده بتسبقني اللي انا بحافظ على الشقق، بحافظ على مكانتها، بل بالعكس بنظف فيها زي ما انتم شايفين. هتقولي لي ده بنتي حرام عليكي هتصرفي فيها والايجار ومش الايجار، انا ما بحسبهاش كده. بدلت يعني بدل انا مش بعمل ببذخ، يعني الموضوع كله هيكلفنا 1500، المفروض هو انه يتخصم من الايجار، بس مش مشكله بدل الدنيا ماشيه كده والدنيا تراضي بيني وبين صاحبه الشقه، فما تفرقش معايا فكره بقى ان انا اخصمها بقى من الايجار وما اخصمهاش من الايجار وكده. فكره ان انا نفسي اشوف الحاجه من حواليا نظيفه، وبرضك يعني ابقى مرتاحه نفسيا وانا قاعده في المكان، عيالي حابين المكان اللي هم قاعدين فيه، اعمل لهم كل اللي هم بيتمنوه، اعمل لهم كل اللي هم بنفسهم فيه. ادعوا لي في الايام المفترجه الحلوه كده العشر الاواخر من شهر رمضان ان ربنا يكرمني ويبقى ليا بيت ويبقى ليا شقه، وربنا يحقق حلمي، اللهم امين يا رب العالمين، ويكبر بخاطري في يوم من الايام ويبقى ليا شقه واحده بس، شقه يعني اوضتين وصاله مطبخ وحمام تلمني انا وعيالي، ترحمنا بردك من فكره الايجار. فالله المستعان. ربنا لما بيعطي للبني ادم بيعطيه، وربنا لما بيدي للبني ادم بيديه، ولما بيرزق البني ادم بيرزقه من غير حساب، ولما بيطبطب على البني ادم بيطبطب عليه وبيرزقه من حيث لا يعلم. فيا رب افتح لنا كل باب رزق مغلق، ويا رب ارزقنا رزق يتعجب له اهل السماوات والارض. يعني امنيه حياتي اللي انا يبقى ليا بيت مقفول عليا غير بيت العيله، يعني بامانه بكلمكم بكل امانه وبكل صدق. انا بقى كنت انا اللي منجده السرير الكوبوتينيه، وكنت نفسي اللي انا اجدد السرير واقعد اظبط تاني، مش هعمل اي حاجه، كل اللي انا هعمله في الشقه اليومين دول التجديدات، اللي انا هدهن الشقه وهركب رخام وهعمل ورق حائط واركب بديل الرخام والحاجات دي. ولو عشنا وكلنا عمر بقى في العيد الكبير ولا حاجه نبقى نجدد السراير كابوتينيه ونعمل ستاير مش بدون مقاطعه. بس قبل اي حاجه حطوا اللايك. وايمي الحلوه هي كانت بتكنس لي وبتقول لي يا ماما هروق معاكي، قلت لها يا اختي كنسي وروقي عادي، ان شاء الله تعملي اللي ما تعملش، المهم تكنسي وتروقي. انا كده فضيت الدنيا وجيت لقيت اخويا، اللهم بارك اللهم بارك، معلش بقى اسفه على صوت الموتوسيكلات والبتاع، انا بسجل لكم الفيديو وانا قاعده في شغلي في الشارع، فاسفه جدا معلش استحملوني. جيت لقيته دهنها ومظبطها، فما لقيتوش دهن اللي هو السقف الابيض، قلت له يا ابني ادهنه عشان خاطر الشكل الاوضه مش باين، برضك حلاوتها وجمالها مش باين. انا دهنت الالوان ايه، دهنتها فانيليا لاتيه. اخويا قال لي احنا هنجيب نعمل فانيليا لاتيه، اعملي فانيليا لاتيه بيطلع جميل، تحفه 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 تحفه. اللون زي ما انتم شايفين كده لما نشف، ده بقى كنا بالليل الساعه 1 بالليل، وده كنا الصبح الساعه 5 الصبح، يعني انا خلصت الساعه 2 قمت الساعه 5 اظبط
الاوضه وامسح الدنيا وكده. المهم الفانيليا اللاتيه اقسم بالله مودي الاوضه مع العفش البني بتاعي، وان شاء الله بقى الفرش اللي انا هحطه والحاجات دي مودي الاوضه في حته تانية خالص. يا رب كرمني وراضيني كده واكبر بخاطري يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي كده يا بنات ويا اخواتي وحبايبي يا كل اب وكل اخ وكل اخت بتتفرج عليا، اعملوا لي لايكات كتير وفيديوهات كتير وكل حاجه كتير. في تعليقين جالوا في الفيديو بتاع البوتاجاز، يا دعاء انت سايبه البوتاجاز بتاعك كده احنا متعودين عليك على شطارتك. اقسم بالله مش بوتاجاز، انا ده مش بوتاجاز. انا عملت عليه فيديو ان انا هو خدته من حد اغسله واظبطه بردك وهشغله، عشان انا بوتاجازي باظ فانا خدته منها ومش بوتاجازي. هي بردك كانت تعبانه وكده وعلى قدها وكانتش بتقدر تغسله، فانا ده مش بوتاجاز. ف بس ايه رايكم فيه؟ نضفته وخليته فله شمعه منوره ولا لا؟ يعني بس كل واحد والله اليومين دول بيعمل على قده والحمد لله الحمد لله ربنا يدينا الصحة كده ونعمل كمان وكمان. بصوا بقى انا بنضف الشباك بتاع الأوضة وانضف البلكونات والحاجات دي كلها وهمسح الأوضة واظبطها، وبعدين بقى ايه احط لكم ورق الحائط اللي احنا كنا عاملينه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي كده يا اخواتي، حطوا لنا لايكاتكم الحلوه ووصلوا بقى الفيديو دون. فيديوهات تجديدات العيد دي كلها انا عاوزاكم كده توصلوها لل 30,000 و40,000 و50,000 مشاهده. يعني انا مش هسكت الا لما فيديوهات التجديدات دي تعدي معاكم. يعني الله يكرمكم اكرموني ورضوني واكبروا بخاطري. هكنس الاوضه. حد هيقول لي انت هتدهني الشقه كلها؟ انا هدهن الاوضه دي واوضه الاولاد والصاله الصغيره والريسبشن بس، مش هدهن بقى بلكونات ولا حاجات تانية، هما بس اللي هدهنهم بردك كده بحيث ان الشقه مساحتها اللهم بارك ربنا يوسع الجميع. الشقه مساحتها كبيره 220 متر، فما اقدرش اللي انا اظبطها كلها، وهي الشقه متمعجنه ومتظبطه وكل حاجه، مجرد بس اللي احنا بردك بنديها وش نظافه. وانا مش مستبخلها، يعني انا جايبه الجزيله جردل جايباه ب 400 جنيه وب 450. انا ولا جايبه الغالي اللي قوي عشان طبعا هي مش شقتي، ولا جايبه الرخيص اللي خالص عشان ما يبهدلش حاجه الناس. جايبه الحاجه كده الجردل الوسط وحاطه عليه غيره عشان خاطر ما يطلعش، وفي نفس الوقت بردك يبقى نضيف ويدي لمعه واعرف امسحه بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تدعوا لامي ان ربنا يشفيها ويعافيها بالله عليكم. بالله عليكم كل حد بيتفرج عليا سواء يتفرج عليا من 50 مشاهده ل 3000 مشاهده ل 100,000 مشاهده، ادعوا لامي ان ربنا يشفيها. مش طالبه منكم حاجه، اختكم في الله بتقول لكم ادعوا لامها اللي هي يشفيكم زي امكم بالظبط كده. قولوا يا رب اشفيها ويعفيها ويعينها على اللي هي فيه، اللهم امين يا رب العالمين. لما ظبطت لكم الكاميرا وقربت لكم الكاميرا ووضحت لكم الكاميرا شفتوا الحلاوه، شفتوا الجمال بتاع اللون، بجد اللون جميل. وكمان لما السرير يتفرش وكمان لما الاوضه تتعمل هتودي الدنيا في حته تانية. انا بقى مش هوريكم النتيجه دي غير في العيد، النتيجه في الاخر غير في العيد وفرش العيد والحاجات دي كلها. انا هبدا اوريكم التجديدات والتغييرات اللي احنا بنعملها، مش هوريكم اكتر من كده. عرفنا في يعتبر 6 ايام اللي فايضين. لو عشنا وكان لنا عمر العيد يبقى ليله الجمعه، يعتبر دي هتبقى اخر جمعه في ان شاء الله باذن الله، اخر جمعه في رمضان. الايام الحلوه تطلع تجري، يعني العيد هيبقى ان شاء الله يا الجمعه يا السبت. لو في ال6 ايام اللي فاضلين دول او ال7 ايام اللي فاضلين دول عرفنا نظبط فيها ونجدد فيها مع بعض ونعمل كل الفيديوهات مع بعض، هيبقى خير وبركه والله المستعان يا رب. ربنا يوسع علينا. عشان في بقى دهان واقع كده على الارض، جبت ميه سخنه وسميت الله. اهم حاجه لو هترمي الميه سخنه بتغلي زي ما انا بعملها كده، زي ما البخار ده طالع سمي الله وانت بترمي الحاجه مهما كان بردك، احنا ما نعرفش ايه اللي في الارض. سمي الله كده وقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. جبت الفرشه كده، فرشه اهي، وعشان اطلع ايه البوهيه او الدهان اللي واقع عليه. همسح الاوضه واظبطها وارجع لكم تاني.
بقى اقول لكم انا هعملها بايه. انا هعملها بورق الحائط ده. جبت بكرتين اتنين كده، البكرة 10 متر، بسم الله ما شاء الله كفت، وخدت منها حوالي 3 متر تانيين. هنعمل بردك حتت تانية في الشقة وهنجدد. هتعملي ازاي دعاء؟ انا الصراحة الاولانية لزقتها بغيرة، لقيت الغيرة هتضايقني ومش حلوة. هو الورق دون بيتلزق، بتشيل الاستيكر اللي عليه من ورا وبتلزقيه. هو حلو الصراحة وخامته تقيلة وكويس وحلو. وفي نفس الوقت ما روحتش جبت ورق الحائط اللي هو الغالي اللي قوي، جبت اللي هو ايه، جبت اللي هو اللي انا جايباه ده. يعني البقرة ب135 جنيه 10 متر، عند اي بتوع منظفات، وعند من بتوع اللي هم الايه الادوات المنزلية. زي ما انتم شايفين كده لزقتها بالغيرة. والغيرة بقى ايه يعني، لقيت الموضوع هيبقى صعب عليا ومش هيبقى حلو ومكرمش والحاجات دي كلها، وانا عاوزاه ايه، وانا عاوزاه يبقى حلو. وجبت السكينة المعجون وقشرت الحيطة اللي هي كانت مقشرة دي، لو فيها حاجة طالعة ولا حاجة خليتها إيه مقشرة. هي ده رطوبة من الحمام، عشان الحمام في ظهر الجدار دون، وعشان البانيو ما اعرفش والله الحاجه بتسرب بقى الحاجه ما بتسربش. انا بعمل اللي ربنا بيقدرنا عليه وخلاص. ولو في حاجه بايظه ولا حاجه انا بظبطها على قد ما بقدر يعني. الله المستعان، ربنا يا رب يكرمنا ويرضينا ويكبر بخواطرنا ويوسع رزقنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. شفتوا بقى محمد كان ده كنت بعمل بالليل كده، كنت بعمل بالليل، كنت بعمل الساعة 1 بالليل. محمد كان بيجهز السحور، ربنا يا رب يخليه لي ويبارك فيه. والعيال كلهم كانوا صاحيين، يعني محسسيني اللي كان عيد يعني والله العظيم. بس الفرحة حلوة اما بتجددي حاجة وتعملي حاجة وتحسي بفرق كده، بتبقي انتي مرتاحة نفسيا. يعني انا والله بعد ما خلصت وشفت منظر الأوضة بعد ما خلص، انا ذات نفسي ارتحت نفسيا وتعبت تاني يوم. وهتعلق لي محاليل وانا بسجل لكم، يعني حاطه الكانه والدنيا معايا مش احسن حاجه، وجايه اتعب قبل العيد باسبوع ولسه في يعني حمل تقيل في قلب الشقه. الله المستعان يا رب، ربنا بس كده يعيننا ويقوينا ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه. لزقت بقى اللي هي التحتانية اهي، وجيت انا بقى ايه فوق كده لزقت انا ومحمد. وكنت مفكرة التليفون بيصور، طلع التليفون ما بيصورش، طلع ان هو كل شوية بيفصل. المهم عشان المساحة ما كانتش كافية فضيت المساحة وصورت. دهنت نص الحيطة من فوق، والنص التاني زي ما انا قلت لكم اللي احنا هنلزقه بالورق اللي انتوا شايفينه مع محمد ده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اهو يا اخواتي، اخد منه على قد ما انا عاوزه. بقى انتي تعملي وتاخدي منه على قد ما انت عاوزه. كنت اعمله بالطول، لقيت الطول هيهدر معايا وكده، عملته بقى بالعرض اهو. بتقيسي المقاس اللي انت عاوزاه، مش عشان هي البقره قضت معايا 3 حتت، حتتين ونص. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. فخدت الحته دي 2 متر من البقره التانية اهو. هقصه واركبه زي ما انتم شايفين بقى كده. حطوا اللايك يا اخواتي، حطوا اللايك، ويا ريت الفيديو ده يوصل لاعلى عدد من المشاهدات واعلى عدد من اللايكات. وصلوا على النبي في الكومنتات، اهم حاجه تصلوا على النبي في الكومنتات. شكلها في الطبيعه حاجه تانية، حاجه تانية، اقسم بالله حاجه تانية. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. لزقنا بقى، وكنا كمان بنلزق فوق. انا محمد بيمسك عليا وانا بلزق، محمد بيمسك عليا وانا بلزق. كنت بتخانق انا وتلا، مش عارفه انا وتلا ولا انا ايمان، كنت بتخانق معاهم باين مع تلا. يعني انا اساسا كنت بسجل لكم الفيديو وانا عاوزه انام، بصور الفيديو وانا عاوزه انام، مانيش قادره والله. كنت فصلت، كنت انا ومحمد فضلنا سهرانين لغايه الساعه 2 ونص. فعشان الواحد بيقوم بدري، بيقوم الساعه 6 الصبح، فبتاخديش كفايتك في اليوم، فما بتبقيش انتي
ما بتبقيش انت قادرة تعملي شغل اكتر من كده الصراحة. بيبقى الواحد خلاص فصل، بحيث ان هو كمان بيشتغل بره، فببقى اقسم بالله اقسم بالله يعني مش قادرة اوصف لكم. انتوا زمانكم الفيديو ده اساسا هيبقى فيه دوشة، يعني هو الفيديو ده فيه دوشة لوحده. فببقى بقى بصوا مانيش قادرة. بس انا بقى كل يوم، يعني المفروض الفيديو ده كان ينزل لكم امبارح، وانا عشان جيت تعبت وتعلق لي محاليل فما عرفتش اللي انا انزله لكم. فقلت بقى لازم انزل لكم النهارده عشان خاطر الواحد يلحق نفسه معاكم. وانتوا كمان لو عايزين تجددوا حاجه، الفيديوهات الجايه كلها والله بارخص ثمن. هنجدد ونغير ب 130 جنيه، يعني جددت الحيطه كلها ب 130 جنيه. بسم الله ما شاء الله. يعني وادهن الشقه كلها ب 700 جنيه. ما عشان احنا مش معانا بس صنايعي ولا معانا حاجه. وانت لو بتعرفي تعملي اعملي انت. انا عشان خاطر انا مش فاضيه، واخويا الصراحه هيطلع لي نتيجه حلوه، فخليته هو يعملها هو. ماشي. محمد بقى بيمسك اهون، وانا بشد. هو محمد بيشد وانا بمسك اللهم صل وسلم على الحبيب، بالحته القماشه كده، واقوم متكيه عليها مخرجه كل الفراغات فيها. لو فيها فرقعات بسيطه خالص خالص ما تعمل يعني بالدبوس كده، طرف الدبوس غزغزيها وهتطلع معاك، وهتبقى النتيجه بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. تبقى النتيجه جميله جدا. اهو بقى زي ما انتم شايفين كده، بنلزق بقى واحده واحده. انت يعني بس الصراحه لازم أن يكون حد معاك عشان يساعد. كنت هعملها لوحدي بس الصراحه كانتش هتديني النتيجه اللي انا عاوزاها. فاحنا هنعمل لغايه الخط اللي انتوا شايفينه فوق دون، وهنظبط بقى الدنيا ونشوف بقى النتيجه في الاخر. بس بالله عليكم عاوزاكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. كده بقى صحينا نمنا. صحينا الساعه 5:30 الصبح كده. بس انا بقى كانت داخله على الصراحه على 6. كنت مصحيه بقى محمد برضك مش عارفه اعمل السرير لوحدي. طبعا انا عاوزه اخلص الاوضه قبل ما محمد يجي، عشان ما يقوليش انت سايبه الحاجه مكركبه ليه والدنيا مكركبه ليه انتوا مش تايهين بقى على الفرعون الكبير وكده. نقلت بقى الاوضه. احنا بخلص خلصت اوضه اوضه، وفي نفس الوقت الاوضه اللي هتدهن، الأوضة اللي هتدهن همسحها كويس ونفضها كويس، تبقى تمسح يعني مسحة العيد وكده، بحيث ان انا في العيد لو عشت وكان عمري يعني على الثلاث الجاي افرش الشقة واخلصها. لان انتوا عارفين ان الشقة مساحتها كبيرة، فمش عاوزة الصراحة بقى اسيبها لنهار الوقفة كده. لو الوقفة حصل نصيب والوقفة طلعت الخميس، يعني بالكتير قوي على يوم الاربعاء اكون مخلصه شقتي، ويوم الوقفه ده بس يا دوبك كسر لو هطبخ حاجه هعمل حلويات للعيال حاجات من دي. ماشي. فبجد بكل امانه كده عاوزاكم بكل امانه تسيبوا رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي الاوضه شكلها حلو ولا لا، وطلعت نتيجتها عامله ولا لا، وكده احلى ولا كنت هصرمكها احلى وبحب رايكم والله، لان انتوا انتوا بتفيدوني. وزي ما انتوا بتحبوني الخير انا كمان بحب اسمع ارائكم. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كنتش عارفه اعمل السرير لوحدي خالص. انت بقى داخله كده مصحيه محمد، قلت له يا محمد قوم اعمل معايا، عشان انا مش عارفه اعمل السرير لوحدي.
خلاص ركبنا السرير، وهفرش بقى ايه، هفرش دفايه من غير ملايه ومن غير اي حاجه، يعني هفرش دفايه واحده بس من غير اي حاجه معايا. هسيبه الاسبوع كده ايه من غير فرش ستاير ومن غير ايه ومن غير اي حاجه. وانا قلت لكم انا مسحتها قدامكم بميه سخنه وبكوريكس الوان وبحبه اوكسي، خليت الاوضه بتاعتها مية مية، وكده كده حيطانها هي مغسوله. والبلكونه عفوا البلكونه بقى هكنسها في اي وقت. كده بقى ايه الاوضه كانت تمام والدنيا تمام وانا ارتحت نفسيا. لو الصوت بعيد بقى معلش، انتوا عارفين ان انا زي ما انا قلت لكم كده الفيديو كله مزعج وصوته مزعج، بس اسفه لكم جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في الكومنتات، يا ريت الفيديو دون يوصل لاعلى مشاهده، وبالله عليكم ساعدونا وقفوا جنبنا عشان القناه تكبر. ماشي، اهم حاجه عاوزين القناه تكبر ونحقق كل اللي احنا بنحلم بيه ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كده بقى اهو ركبنا بقى ايه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهوريكم بقى النتيجه في الاخر ومنظر الاوضه في الاخر، وان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنور رضاكم ان شاء الله، يعني باذن الله. ويلا التغيير يا بنات مطلوب والتجديد مطلوب، يعني اللي نفسها تجدد، اللي نفسها تغير، اللي نفسها تعمل اي حاجه. والله العظيم لو جبت بوكيه ورد، لو جبت فازه، لو جبت حافظه، لو جبت ملايه، لو جبت طقم جديد، اي حاجه اي حاجه بتحسسك بالتغيير وتحسسك ان انت في فرق كبير في التغيير وكده. ماشي كده هو فرشت بقى زي ما انا قلت لكم الدفايه، مش هفرش ملايه ولا هفرش اي حاجه، الدفايه. واخدكم بقى كده ايه في الاوضه. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم؟ اهو الله المستعان. هي الدنيا مش باينه دلوقتي، بس انا ان شاء الله باذن الله الدنيا تبان، كل حاجه تحلو لما الاوضه كلها تتفرش ان شاء الله. دي يعني ايه اللمسات الاولانيه، دي اللمسه الاولانيه.